طبعا كلنا عارفين التكلسات والاملاح اللي بتكون موجوده جوه الكاتل او اي حاجه بنغلي فيها ميه باستمرار، وطبعا التكلسات ديت بتغير طعم الميه وممكن تعمل حصوات ومشاكل في الكلى، غير انها ممكن تاثر على الكاتل ذات نفسه. بس انا حليت لك المشاكل دي كلها بطريقه سحريه، كل اللي عليك تصلي على النبي وتكمل معاه الفيديو للاخر. زي ما انتم شايفين اهو ده كاتل فيه ترسبات وتكلسات بيكون صعب جدا تنظيفها، بس انا هوريكم الكاتل دلوقتي وهو بينضف بطريقه سحريه. هنحط فيه بس شويه ميه صغيرين، وبعد كده هنحط 2 غطا صغيرين بالشكل اللي انتم شايفينه ده، وهنشغله بس لمده دقيقه واحده نخلي الميه تسخن. واول ما نحس بقى ان هو بدا يفور بنفصل الكهرباء وبنستنى بس دقيقه ولا دقيقتين لحد ما بيهدى. بعد كده حرفيا هتلاقي الكاتل راجع معاكم كانه لسه جديد. الساحر ده بقى مزيل شيفو للترسبات اللي بتكون موجوده في الغساله والكاتل والمكاوي والبخار. يعني لو عاوزه تعملي دوره تنظيف للغساله حرفيا مش هتلاقي احسن من المزيل ده. كمان لو المكوى البخار بتطلع عندك دايما ترسبات واملاح على الهدوم اللي انت بتكويها، او حسيت ان البخار بتاعها بدا يضعف بسبب تراكم الاملاح فيها، ده افضل حل لتنظيف التانك بتاعها. متاح شحن لاي مكان في مصر، تقدروا تطلبوه من خلال موقعنا او من خلال الواتساب. هسيب لكم كل التفاصيل في اول كومنت تحت.